لقاء جديد في أول أيام المعرض من داخل دار نون للنشر والتوزيع مع الكاتب الكبير أحمد الزيني صاحب الكتب ثلاثية الأعمال الجديدة إصداراته الرب. خليه يكلمنا عنها. هي رب ثلاثية خيال علمي، رواية تعتبر ماسك فيها بداية تكوين الكون مرورا بالبشر وفكرة خلق الأرض وخلق الكون وخلق البشر والبشرية كلها وتاريخها بمرور بالأزمات اللي مرت بيها، بالأفكار الدينية اللي فيها، بالرسالات السماوية وغير السماوية، وقتنا الحاضر للمستقبل ونهاية العالم بشكل مجازي. يعني تقدر تقول إن هي تكمل تاريخ الإنسان من البداية للنهاية. أحداث فعلا حقيقية من بداية الأرض ولا فيها طبعاً. جزء خيال علمي؟ لا كله، هي فيها جزء خيال علمي طبعا أكيد، وده بيبقى في النهاية خصوصا في النهاية، لكن هو بيتكلم برضو على جزء خيالي شوية، بنتكلم فيه على فكرة الرسالات السماوية والغير السماوية، فكرة الدين في كل الحضارات. اتكلمت عن الأديان برضو في العمل كلها سواء الجزء الأول والثاني والثالث. الجزء الأول والثاني والثالث. كلمنا عن أعمالك برضو الأخرى. في رواية القاهرة عدن، القاهرة عدن رواية ريتروفريكشن، بتتكلم على فكرة المستقبل، بس بنرجع فيه في الماضي. يعني بنتكلم على شكل المستقبل في حالة الدمار، بنرجع فيه بقى، بنبدأ الصراعات لما العالم كله يتدمر، مبقاش فيه إلا مصر هي اللي موجود فيها تقريبا المراكز كلها أو كل الدول. كل دولة خدت مدينة دولتها